فاكر لما اتكلمنا عن بريتون وودز ونهاية عصر ربط الدولار بالذهب؟ أمريكا وقتها كانت لازم تلاقي حل يرجع سيطرتها تاني على العالم كله، ومن هنا بدأ مصطلح اسمه البترو دولار. بعد أزمة بريتون وودز سنة 1971 العالم كله ما كانش ملزم أصلا إنه يستخدم الدولار تاني، خلاص العالم تحرر من الموضوع ده. تفتكر أمريكا تسكت؟ طبعا لا، فكرت أمريكا إنها ترجع تربط عملتها اللي هي الدولار الأمريكي بأقوى أو أفضل سلعة متاحة وقتها، وهي كانت البترول. 1974 كان في اتفاق سري جدا بين السعودية وأمريكا، اتفاق غير كل حاجة. الاتفاق كان بسيط جدا، إن السعودية تسعر البترول بتاعها وتبيعه لأي دولة في العالم بالدولار الأمريكي بالبلدي، في مقابل إن أمريكا تحمي السعودية عسكريا. وبرضه تقدر السعودية تعيد استثمار أرباحها من بيع البترول ده لأي دولة في العالم بالدولار الأمريكي، عن طريق إنها تشتري سندات أمريكية في السوق الأمريكي نفسه أو في أمريكا نفسها. الفكرة في القرار ده إن كان أي دولة محتاجة تشتري بترول كان لازم تشتريه بالدولار الأمريكي، ولو مش معاها دولار أمريكي محتاجة إنها تطلب إن يكون عندها دولار أمريكي، فبالتالي في طلب هيزيد على الدولار الأمريكي، وده كان الأساس لمصطلح البترو دولار. تخيل كده عملة بلدك ما يكونش عليها طلب محلي بس، لأ ده يكون عليها طلب عالمي. كل دول العالم بتدور على عملة بلدك وعايزة تشتريها. لما البترول بقى مرتبط بالدولار ومصطلح البترو دولار انتشر، بقى كل دولة عايزة تشتري بترول لازم يكون معاها دولار، اللي مش معاه لازم يدور يشتري دولار. وبكده أمريكا تبقى كسبانة من ناحيتين، أول حاجة في طلب زيادة على عملتها اللي هو الدولار، وده بينعكس في مصلحة اقتصادها كدولة. من الناحية التانية اللي أمريكا كسبت فيها أو استفادت إن أصلا أي دولة، السعودية في حالتنا، هتبيع البترول بالدولار، تقدر تستثمر أرباحها أو عوائدها من بيع البترول ده في صورة إنها تشتري سندات أمريكية، فبالتالي أمريكا كسبانة من ناحيتين، مش بتسيب أي حاجة، مش بتكسب فيها. الفكرة تبان جامدة جدا وفظيعة، بس عمره ما كان في نظام اقتصادي بيفضل دايم للأبد بنفس القوة بتاعته. حاليا دول زي الصين وروسيا ابتدت تتجنب تعاملاتها شراء النفط زي البترول مثلا بالدولار، بقت بتتجه انها تتعامل مع عملاتها المحلية، وده بيهدد النظام البترودولار تهديد كبير. عندك في حاجات تانية ظهرت زي الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة المتجددة في انها تنتج كهرباء بدل ما بتستخدم البترول، زي عندك طاقة الشمس والرياح والمية. وفي عندك دول كتير استخدمت الطاقة الشمسية. عندك الصين والإمارات عملوا مشاريع ضخمة لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. عندك مجمع بن راشد للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللي بيقدر يمد أكتر من 320 ألف مدينة، ده موجود في دبي مثلا، ده مثال. عندك طاقة الرياح، أمريكا وأوروبا بدأت تستثمر وتعمل مشاريع بمليارات الدولارات علشان تستخدم الطاقة المتجددة اللي موجودة عندهم دايما اللي هي الرياح في توليد الكهرباء. عندك المياه مثلا اللي هو كنا نقول عليها زمان الطاقة الهيدروليكية، هيدروليكية أيوه، اللي كنا بنقول عليها زمان الطاقة الهيدروليكية. عندك دول زي النرويج بتستمد طاقتها الكهربية في كتير من بلادها عن طريق الأنهار والمياه عموما اللي عندها. كل ده شكل من أشكال الطاقة المتجددة اللي بدأت دول كتير منهم أمريكا نفسها تستخدمه في إنها تاخد كهرباء بدل ما كانت بتستخدم زمان النفط أو البترول، وده برضو بشكل أو بآخر بيهدد استقرار نظام البترودولار. فممكن قدام إن شاء الله نبدأ نعتمد على عملات مختلفة لاستخدام البترول، وممكن نكون أذكى كفاية إن إحنا نبدأ نستخدم الطاقة المتجددة أصلا اللي هي ببلاش بتاعت ربنا في إن إحنا نطلع منها كهرباء. لو في درس لازم نتعلمه من القصة دي هو إن إحنا لازم نفكر بره الصندوق. عندك أمريكا حولت مشكلة الدولار بتاعتها في أزمة بريتون وودز إلى فرصة ليها في إنها تحكم سيطرتها مرة تانية على العالم بإنها تربط الدولار بالبترول. وأمريكا نفسها لما لقيت الدنيا بتتغير وفي وجود طاقة متجددة والموضوع ممكن يكون مش مضمون قدام، بدأت تتجه إنها تستخدم الرياح بعض من مصادر الطاقة المتجددة عشان تولد كهرباء، لأن مش دايما البترول هيكون موجود. البترول ده في أول وفي الآخر مش طاقة متجددة، هيخلص، هيجي يوم دي ويخلص بالبلد. فنقدر نعتمد نفس الفكرة تقريبا ونبدأ ندور على طرق تانية، نقدر نعتمد على مصادر الطاقة المتجددة عندنا في بلد مثلا زي مصر. احنا مليانين من خيرات ربنا نقدر نستخدمها مثلا في إن نولد كهرباء بدل ما كل شوية الكهرباء بتغلى علينا بسبب غلو مثلا بترول البترو دولار قصة مش عن الدولار والبترول بس، لا دي قصة عن التفكير الاستراتيجي وازاي تحكم سيطرتك على العالم كدولة. عايز اسيبكم في نهاية الفيديو مع سؤال، تفتكروا ان نظام البترو دولار ده لسه قوي زي ما هو بشكل كافي يخلينا نكمل فيه فترة طويلة قدام، ولا تفتكروا انه هينتهي في اقرب وقت؟ عايز ارائكم تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعملوا لايك وتشاركوا مع حد من اصحابك علشان ده بيدعمنا كتير جدا. وبقول لنا برضو رايك في المحتوى اللي احنا بنقدمه بقالنا فتره، وبص على اللينكات في الديسكربشن. ولو انت موجود على انستجرام او على تيك توك ممكن تعمل لنا فولو هناك عشان احنا نفسنا نوصل ل 10000 متابع هناك يعني. Thank you for watching and see you next video.